السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب ان شاء الله. طبعا مين فينا مش بيحب صينية البطاطس بالفراخ؟ بس النهارده هنعملها بشكل جديد بدون طماطم بعد غلاء الطماطم وارتفاع اسعار الطماطم في السوق. النهارده عملنا وصفة جديدة خالص لصينية البطاطس بالفراخ، بس ايه، حكاية بجد. تيجي نشوف هنعملها ازاي مع بعض، وسهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عندي هنا كمية البطاطس اللي انا هنستخدمها او على قد الوجبة اللي انا هنستخدمها. يعني هنا ده تقريبا يعني كيلو الا ربع بطاطس مقشراه تمام ومقطعينها بالشكل ده. لو حابه تقليها تمام، لو حابه تسلقيها ما افضلش برضو، بس انا هنا عملت لها كده في الفرن بالملح كده زي ما شايفين، وبعد كده شويه الزيت، وبعد كده دخلت معايا الفرن. ممكن نحطها في الاير فراير، اي حاجه، بس يعني ما بفضلش السلق. تمام، حطينا لها شويه ملح بس وشويه زيت وقلبناهم كده مع بعض خدوا التقليبه الحلوه كده. وهنسويهم في الصينيه، وادي الزيت زي ما شايفين، مش كتير. احنا حابين ان هي تكون حلوة وخفيفة، ما تكونش فيها كمية زيوت كتير وما تكونش فيها كمية دهون كتير. بس كده هنسويها في الصينية وهتدخل مع الفرن، ومش هتاخد وقت خالص. بس كده. وعندي هنا التتبيلة الرهيبة اللي هتخلي طعم البطاطس وصينية البطاطس في حتة تانية حرفيا. عندي هنا توابل فراخ، عندي كزبرة وكمون، عندي فلفل اسود، عندي بابريكا، ونقدر نحط فلفل حامي. عندي هنا بصلة كبيرة او بصلتين وسط كده مقطعين صغير خالص. عندي هنا فلفل اخضر، نقدر نستخدم برضو فلفل حامي. عندي هنا فراخ، اي فراخ انت بتحبي تستخدميها، صدور، وراك، اي قطعية انت حابة تستخدميها. عندي هنا طاسة فيها شوية زيت وشوية زبدة، وهنزل عليهم بالبصل. مش هننزل بالفراخ المرة دي الاول، لا هننزل بالبصل، ياخد الكرمله الحلوه معانا كده ويدبل وياخد اللون. بص كده البصل. بعد كده هنزل عليهم بشويه ملح. طبعا الملح هنا هنحط الملح كده فوق البصل عشان البصل يدبل معانا ويستوي كله كده زي بعضه. ننزل السوائل طبعا اللي فيه. بس كده اول ما خد معانا البصل اللون التحفه ده، طبعا كده خلاص كده، يعني ننزل كده بالفراخ على طول. اول ما ياخد معاك اللون ده تنزل بالفراخ على طول. بعد كده عليها التوابل على طول مباشر. لو حابه تضيف اي توابل تاني انت حباها او انت بتفضليها، عادي خالص. ممكن نضيف جوز الطيب، ممكن نضيف قرفه، اي توابل انت بتحبيها خالص تضيفيها هنا في الوصفه دي هتبقى رهيبه. ممكن برضو نضيف مكعب مرقه، اي حاجه انت حابه تضيفيها هنا في التوابل دي ليكي كامل الحريه. بعد كده هنزل عليهم بالفلفل الاخضر، يستحسن لو فلفل الوان او برضو فلفل حامي، هتعلي التست معاكي وهتديها طعم رهيب بجد. انسوا النهارده اي صينيه بطاطس بالفراخ، او انسوا اي بطاطس كلتوها قبل كده، وجربوا الصينيه دي. بجد حكايه وحوار كبير، لان البطاطس دي رهيبه. هنزل هنا بمعلقتين دقيق فوق الخلطه اللي احنا عملناها. نقدر نستبدل الدقيق بنشا لو مش هنستخدم لبن. ممكن نستخدم كريمه ونستبدل الدقيق او النشا خالص. لو هتستخدم كريمه بلاش دقيق او نشا. تمام، احنا هنا هنستخدم لبن. يا دوب خد تحريك كده، يعني اختلطوا، مش هنخليهم يتحمصوا لا، لان احنا مش بنعمل بشاميل. تمام، فهننزل هنا بكمية اللبن اللي احنا هنستخدمها. ممكن تضيفي برضو لبن وشوربة، ممكن تضيفي شوربة بس، ممكن يعني، بس هو يستحسن لبن لأنها هترفع معاك التست جدا. وكمان لو يستحسن كمان لبن اللي هو فريش، لبن جاموسي كده أو بقري، هتخلي معاك التست أحلى من هو اللبن اللي هو المعلبات اللي بنشتريه من السوبر ماركت. مش هياخد معانا دقيقة كده وهيغلي معانا كده، وتشوف القوام بتاعه عامل ازاي، ما شاء الله عليه. طبعا هندوق الطعم، هنشوف محتاج ملح، هنشوف محتاج فلفل، وهنظبط الدنيا. واول ما يوصل معانا للشكل ده كانت طبعا البطاطس استوت لها وقت. ونزلت بالبطاطس في اي صينية اللي احنا هنشتغل فيها، زي ما شايفين كده خدت لون حلو معانا ومظبوطة. ونوعية البطاطس بصراحة انا مش حباها، يعني هي مش بس هي الموجودة في السوق. نزلت عليهم بالخلطة الرهيبة الرهيبة بجد، يعني خلطة عالمية، خلت البطاطس في حتة تانية حرفيا. بعد كده هننزل عليها كده ونديها تقليبة برضو. هنا نعمل الوش ازاي. هنا الوش انا بفضل طبعا جبن، انا ما كانش عندي جبنه خالص موتزاريلا، وكنت هدخلها الفرن على كده. بعد ما دخلتها الفرن طبعا زي ما شايفين كده خالص، لو تفتكروا الجبنه اللي احنا عملناها مع بعض جبنه رومي، فدخلت التلاجة كده لقيت حته جبنه رومي بشرتها كده تقريبا قد ايه يعني وزنها كده اللي انا بشرتها 8 كيلو. 8 كيلو اللي بشرتها، وحطيتها على الوش وخلت الوش زي ما شايفين كده تبارك الله ما شاء الله، حاجه كده عسل، عسل بجد. كانت طعمها تحفة وكانت بتمط، بس أنا الصراحة يعني استنيتها كانت بردت شوية. زي ما شايفين أنا ماسكة الطاسة،
ما لحقتش ان هي تكون سخنه خالص. نشوف المطه بتاعت الجبنه بتاعتنا عامله ازاي. طبعا انا اوريكم في فيديو الجبنه المطه بتاعتها عامله ازاي، والجبنه بصراحه بسم الله ما شاء الله عليها رهيبه، ونالت استحسان كتير من الناس. وان شاء الله هنسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الوصف، وجربوها وما تنسوش تقولوا رايكم فيها في التعليقات. طبعا صينيه بطاطس ايه جنبيها غير الرز؟ عملنا طبعا رز ابيض. زي ما عارفين الرز الابيض بيحب الصوصات، دايما لما يكون في حاجه ليها صوص كده او طعم قوي بتحب رز ابيض معاها. بصوا كده القطعيه بتاعت البطاطس تقدر تتحكم فيها ان هي تكون جوسي، تقدر تتحكم فيها تكون وسط زي ما انا عاملاها كده بالظبط، تقدر تتحكم فيها ان هي لو تبقى يعني ما فيهاش جوسي كتير. بص كده ما شاء الله عليها ازاي. صينيه البطاطس النهارده بالفراخ دي حوار كبير بجد، يعني لو ما جربتهاش بالطريقه دي يعني فاتكم جمدان، فاتكم طعم لا يقاوم. حاجة كده ما شاء الله عليها، طعم قوام وريحة وشكل أي حد ممكن ياكلها، ما فيهاش أي افتكاسات خالص بصراحة. توب التوب يعني. النهاردة مش هنعمل صينية بطاطس بالفراخ تاني بالطماطم، هنعملها بالطريقة دي. بصوا اللون بتاعها عامل ازاي، وسلام لو كانت بالموتزاريلا كانت هتبقى ولا أروع من كده. بصوا كده الرز بتاعنا حلو ازاي. الرز هنا عشان يطلع معاكي فاتح تضيفي عليه معلقة خل يطلع معاكي توب بصراحة يعني جميل. طبعا في ناس كتير لحد دلوقتي نسيت اللايك. فين اللايك يا جماعة عشان الوصفة كده ناس كتير توصلها وتشوف ان الوصفة بتاعتنا الحلوة. وان شاء الله نشوفكم على خير فيديو جديد، وما تنسوش في نهاية الفيديو تدعموني باللايك والشير وتعملوا اشتراك في القناة عشان يا ريتنا تكبر بيكم اكتر واكتر ان شاء الله. ونشوفكم على خير احبائي في الله. كانت معكم خلود السيد من قناة أصل أكل مع خلود. نشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. مع السلامة.